في الخلفيه في موضوع دكتور توفيق عكاشه في حاجه مش مفهومه ولا طبعا ايه؟ يعني انا زعلان من الدكتور توفيق وحزين عليه. دكتور توفيق وطني محترم مخلص، سبب من اسباب 30 يونيو. تمام، ما يتعاملش بالطريقه دي. وحزين على ان هو تسبب في كثير مما حدث. ليه بقى؟ في ناس احنا بنحترمها مش خوف. يعني انا ما بخافش من الرئيس السيسي بس بحترمه. ليه؟ لان انا قعدت معاه كذا وحضرتك قعدت معاه وعارف اقول اول ما قعدت معاه يقول لك ده بيخوفنا. يا عم الله السيسي وحش يا عم. انا راجل قعدت معاه لقيته مؤدب ولقيته بيحب مصر ولقيته بيشتغل ولقيته مدوخ كامل وزيري ولقيته مدوخ وزير الشباب خالد عبد العزيز في المشروعات ولقيته مدوخ يعني راجل ابراهيم محلب راجل شغال. لا وحش خلاص. لما اقول لي والله انا قعدت معاه لقيته مؤدب يقول لك شوف بيهددنا. لا يا عم انا لا بخاف منك ولا بخاف من حد، بس بقول لك الراجل ده راجل مؤدب ومحترم. توفيق عكاشه تجاوز الخطوط بطريقه انا زعلتني انا، وانا جبته في البيت كان معايا خالد صلاح ومصطفى بكري وائل ابراشي وكان احمد ابو هشيمه ومين تاني عايز افتكر مين تاني وعمرو خياط اللي هو في تمام البلد ودكتور عبد الرحيم علي. عملت عشاء في البيت وجبنا الدكتور توفيق عكاشه. احنا كلنا بننتقد النظام، بننتقد حاجات كتير مش عجباني في النظام. ما هو في فرق ما بين النقد من اجل النقد والنقد البناء ان انت حريص على وبعدين زعلني اكتر موضوع اسرائيل. خلاص انا مش بقول ضارب السفير الاسرائيلي بالجزمه في المحكمه قضيه عزام عزام وهقبل اي حد يتعاون معاه، لكن محمد انور السادات قاعد على حجر السفير الاسرائيلي مفيش مشكله خالص. الراجل وعمال يتكلم النهارده بيقول لك اصل انا شايف يا عم انور يا عم محمد